قال بيقولوا عني من بعدك يا مها ما حدا يعمل معجنات. هلا ما بعرف مدى صحة هالخبر، بس انتوا شوفوا واحكموا برأيكم. شوفوا ما شاء الله طراوة العجينة، وتعاطيكم اسرار الوصفة. طبعا في طرق كتير للمحمرة، بس انا هي بحبها كتير، او بيسموها خبزة بفليفلة، بتوقع باللاذقية. بالبداية حطيت زيت زيتون، قليت البصلة ودبس فليفلة وبندورة، والبهارات معلقة صغيرة حطيت كمون وكزبرة يابسة وملح، معلقة تقريبا متوسطة كمان، ومعلقة طعام سمسم وحبة البركة، ومعلقة سكر. لا تسألوني ليش، لأنه السكر بيعطيها نتيجة، بتاخد العقل، بيعدل الحموضة مع الملوحة، وممكن كمان تحطوا دبس رمان، النتيجة خيالية. وحضرت الحشوات مثل الزعتر، ومع أنه أنا عازمة رفيقتي على المعجنات فأكيد بعمل تحضير مسبق. عجنت العجينة على الصبح بكير وتركتها تتخمر. استخدمت كمان رشة محلب، ما بتتخيل ريحة المعجنات بالمحلب، والله لا تدعولي لا تصير ريحة البيت كأنكم بفرن مخبوزات أو معجنات. وبعد ما حطيت على طرف اللبن والطحين والملح، بحب أعمل اختبار تفاعل للخميرة. هلأ بتنجح معي أنا بالعادة الطريقة التقليدية، لكن أنا بحب لما أنزل وصفة إنه حتى المبتدئات ياخدوا فكرة منها. نحط مي دافية مع الخميرة والسكر وشوية بيكنج باودر، بس حصلتوا على هي الرغوة معناتها تفاعلت والخميرة ناجحة. صار عنا الخليط التاني جاف، منحط السائل فوق الجاف ومنعجنون. إذا عندكم عجانة بيكون منيح، وإذا ما عندكم الصراحة أنا عندي عجانة وعجنتهم على إيدي، لأنه أنا كتير بستهويني فقرة العجين وبستمتع وبطالع كل شي طاقة فيني لتصير العجينة ناعمة بهالشكل هاد. وست البيت الشاطرة عجينتها ناعمة والجاط تبعها نظيف، لا شفت العجين على إيديها طلقها ولا تزعل عليها. فهاد كان إحدى الأمثال يلي كنت أسمعهم من ستي والنسوان الكبار، إنه المرة الشطورة بدها تكون عجينتها مرتبة والعجين ما ملزق على إيديها. بعدين حضرت تتبيلة تصفيحة اللحمة. هلأ في نوعين نحن للصفيحة الشامية، في بلبن ودبس رمان، وفي كمان يلي بنحط لها بصل وبندورة. أنا عملت طريقة ميكس، بس عن جد النتيجة خيالية خيالية كانت. البصل يفضل إنه تفرموه على الناعم أو محضرة الطعام ليصير كتير ناعم، وضفت بندورة وبهارات كزبرة يابسة ب7 بهارات وملح وشوية بابريكا اختياري. وبعدين حطيت دبس رمان، كثير من دبس الرمان. وجت رفيقتي شربنا قهوتنا وكنت محضرة كل شيء، قلت لها تعي على الجاهز، ما بدي أعذبها بأي شيء، حتى المرتديلا والفليفلة برشتها على الناعم. رفيقتي كانت جاية زيارة من الأردن وجايبت لي معها مكعبات جميد، وهذا الزعتر طلع بشحي حطينا منه. طبعا عملنا المناقيش، الله يعطيها العافية، كانت طعمته بتاخد العقل. وهيك بعد ما كنت محضرة كل شيء والمطبخ كان عم يلمع. كتير بيهمني أنا قبل ما أطبخ الصراحة يكون كل شيء حوالي نظيف، بعدين بلش أيا كانت الطبخة. صدقوني متى ما كان كل شيء مرتب تطلع حتى الأكلات مزبطة. وشوفوا ما شاء الله العجينة كيف صارت. تقريبا تركتها فقط ساعتين، ما بدي أكتر من هيك، لأنه نحن حطينا خميرة فورية، وأنا أبدا ما بحب العجين يختمر أكتر من 3 ساعات أو 4 ساعات، لأنه بكشك، بتحسوا له صارت ريحة خميرة عالية. بعدين قطعتهم كرات صغيرة، ولازم نقطعهم قبل بربع ساعة أو 10 دقايق لحتى ترتاح معنا العجينة وتفرد بكل سهولة. وتتبيلة اللحمة لازم نحطها على مصفاية. كتير بنات بيشكولي أوقات يعملوا صفيحة أو لحمة بعجين أن القرص معنا تشتش وطلعت منه الخضرة، فيفضل تحطوه على مصفاية قبل ما تبلشوا بالشغل مباشرة. هيك بنضمن القرص نشف واللحمة يعني والتتبيلة لساتها راكزة. وهون رفيقتي ساعدتني شوي، قطعت معي شوية كرات صغار، وبعدين بلشت بالفرد. وما شاء الله هذا الغاز أو الفرن الصغير هو فرن للبيتزا، فمصنوع من الحجر، وما شاء الله انتم بتعرفوا قديش طعمة المعجنات بالحجر بتطلع طيبة. صاير وشيعة، بطلت أعرف أحكي، وشيعة من فوق وشيعة من تحت، وعم بيحمر بسرعة. هي للناس اللي بيضلوا يتمسخروا بيقولوا لي بالها راديو ما بتسكتي. شفتوا صرت خربط يا جماعة، نخربط بلشنا. شوفوا ما شاء الله النتيجة يا جماعة. هلأ بالنسبة للحمة بتنفرد بالمعلقة تبع الصفيحة، وهيك طلعت معي نتيجة المعجنات. وقد ما أوصف لكم الطعمة والتتبيلة اللي عملتها ناجحة، والله قليل فيها، ناجحة جدا. وفي كمان طريقة تانية للحمة بعجين بإذن الله تعالى بنزل لكم إياها المرة الجاية، فهديك كمان تتبيلتها كتير طيبة، يعني رائعة بمعنى الرائعة. وبنات في ملاحظة إنه لما تعملوا مناقيش زعتر حاولوا تحطوا زيت نباتي مع شوية زيت زيتون، لأنه زيت الزيتون بيحترق وبيعبق الفرن عندك. وطبعا زاد عندي عجينة لأنه حسيت فقدان الشغف وملينا وكنا عاملين كمية كبيرة، فبتفيكن أي عجينة عاملينها حتى لو مختمرة بتلفوها بكيس نايلون مثل ما موضح، بتحطوها بالفريزر قبل ما بتكون تستخدموها، بتطلعوها بساعتين وبتنجح كأنكن عاجنينها من شوي. هي من إحدى التحضيرات المسبقة اللي أنا أكتر من مرة شرحت عنها، إنه إذا كان عندي عجينة أو ممكن تفردوها على شكل بيتزا دوائر وتحطوا بيناتها ورق زبدة وبالبراد. ما تنسوا اللايك. سلام.